فرحنا، اللي أسعدنا، اللي قدم مباريات جدا 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 قوية. البعض كان مايد يصف المنتخب المغربي أنه والله فاز بالحظ أو راح يفوز بالحظ في بداية البطولة، لكنه أثبت مباراة بعد مباراة بعد مباراة أنهم أحق بالدور اللي وصلوا اليوم، دور نصف النهائي. صحيح خالد، الحظ موجود في كرة القدم. الجميع يؤمن بالحظ، لكن ما يؤمن به في مباراة وثانية وثالثة ورابعة. لا، هاي مش حظ، هذه جدارة وتطور في المستوى وروح ورغبة وروح الفوز تكبر معاهم. خذوا الثقة ومستوى جيد يقدمونه حقيقة. يعني المباراة الأخيرة ما شاء الله عليهم مستواهم جدا ممتاز، لياقيا بدنيا، لاعبين 120 دقيقة وكملوها أيضا 120 دقيقة ثانية. ففريق المغربي يعني جيد متطور. عناصر اللي عنده عناصر يعني لا تقل عن اللاعبين الأوروبيين حقيقة، كلهم يلعبون في أوروبا، هم واحتياطهم في أوروبا. وقريت معلومة أن أكثر من 300 لاعب محترف مغربي في أوروبا. فأكيد الكرة المغربية متطورة، لا الحق أن تتطلع. والآن بما أنها وصلت باقي مباراة عن المباراة النهائية، فعندها الطموح والكثير يعني بيراهن على وصول المغرب، خاصة أنها تلعب في الدوحة في بلدها تقريبا الثاني قطر، بين تشجيع الشعوب العربية كافة، الدعاء والعواطف يعني في امور تحفز الفريق المغربي انه يروح بعيد في الى نهائي الكاس ان شاء الله. ليش البعض مستخسر على المغرب انه وصل لهذا الدور وانه هو قدم عروض فعلا مقنعه؟ عصام، عشان مش هتكلم بس على العرب، لا العرب اكيد كلهم سعداء بوصول المغرب لقبل نهائي كاس العالم. ممكن يكون العالم لان هم كلهم ما عندهمش يعني محتكرين كل حاجه، واخدين بطوله اوروبا، كاس العالم، بيلعبوا في الشامبيونز ليج، لعيبه مش عايز اقول لعيبه كتيره من افريقيا، في لعيبه كتير من افريقيا ومن المغرب ومن كل الدول العربيه بتحترف بره في اوروبا. بس هم ما بيتوقعوش ان المنتخب عربي او منتخب افريقي يقدر يوصل لدور قبل النهائي. بيتوقع انه ممكن يوصل لدور ال 16 اخرهم بالكتير قوي دور الثمانيه. بس المغرب اثبتت ان الكره العربيه والكره الافريقيه في الطريق صح، والمنتخب المغربي صراحه يستاهل. وكل اللعيبه والجهاز الفني وكل المسؤولين على الكره المغربيه، احنا دلوقتي كلنا عرب، بنلعب باسم العرب. انا واحد بفتخر دلوقتي بالمنتخب المغربي، الاداء والروح والترابط اللي موجوده في الملعب. في حاجه كمان اسريه عمرها ما بتحصل في العالم، اخرها ان اللاعب بيجيب زوجته بيحتفل هو واولاده. لا، حاجه العالم النهارده كله بيتكلم عليها، ان كل لعيبه المغرب بامهات، بكل واحد بوالده وعيلته كلها، ان كانت زوجته او اخواته او اولاده او الامهات. صراحه حاجه جميله، حاجه نفتخر ان احنا بندي درس للعالم، ان احنا بنقول لهم لا، احنا عاداتنا وتقاليدنا وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحطنا في المكانه دي اللي احنا كلنا قاعدين فرحانين. وانا واحد من الناس، انا بقول دلوقتي انا كاني واحد مغربي بستنى مباراه يوم الاربعاء اللي قبل النهائي قدام منتخب فرنسا، عشان نثبت للعالم ان المنتخب المغربي ما وصلش بحاجه اسمها صدفه او وصل بحاجه، لا، وصل باجتهاد، بتعب، بروح، بقلب، بترابط، بدعوات الامهات، بدعوات كل العرب. بتمنى وكلنا بنتمنى ان شاء الله ان ربنا يكملها لنا على خير، وان شاء الله يبقى ماتش قبل النهائي للوصول للنهائي ان شاء الله. سامة، شفتوا شلون فرحة العرب تجمعهم عليكم؟ ولما نقول العرب شفناها في كل الأوطان وبدون استثناء. يعني امس قبل النوم شاهدت فيديوهات عبر دول افريقيا والدول العربيه وكذلك بعض الدول الاوروبيه، حتى بعض الدول الاوروبيه اوروبيون فرحوا لانتصار المغرب لانه شيء عادي، فريق لا تنتظره، فهو مفاجاه كاس العالم واصبح هو الحصان الاسود لكاس العالم، والكل ينتظر الى اين سيذهب المغرب، وبالتالي اصبح شيء عادي ان الكل، حتى نحن لما يكون فريق اقل مستوى او اقل تاريخ من فريق اخر نتعاطف معه، لان المفاجاه في كره القدم هي احلى ما كاين في هذه اللعبه. ولو كانت كره القدم علميه 100% او دائما القوي ينتصر على الضعيف لما كانت بهذه الاثاره العالميه اللي فيها الان. باغي نتكلم كذلك على القضيه ديال العائلات. كاين تطور كله في اللؤلؤه في عائلات اللاعبين يعني، والجامعه مشكوره
اعطت لجميع اللاعبين الموافقه الكامله باش يجيبوا العدد الذين يريدون من العائلات وكذلك الامهات. والغريب ما عرفوش شفتوا مع هذا الشيء، الغريب ان جل الامهات يتشابهن. يعني غريب ان حتى في بعض المناسبات يكون اللاعب يقبل يد امه ولاعب اخر يقبل، حتى اللاعبين الاخرين يقبلون رؤوس وايادي الامهات. وبالتالي هناك لحمه، بندي درس للعالم والله. هناك لحمه هذا اللي تكلمت عليها. واذا كان نجح وليد الركراكي في شيء، نجح في شيئين مهمين، انه صنع هذه اللحمه كما صنعها قبل ذلك في الوداد، هذا واقع. واضاف شيء اخر، اضاف اقناع اللاعبين، وهذا شيء اصعب شيء عند العربي والافريقي، وتقنعوا بانه يمكن له يكون بطل العالم، وتقنعوا بان رغم انك مررت الى الدور الثاني اللي هو في حد ذاته انجاز، لا لازم في كل ندوه صحفيه، في كل ندوه يقول لنا دراري مازال جيعانين، يعني مازال ما شبعوش. وهذا شيء مهم، لان تنظن في العقليه القديمه ديالنا الوصول الى ثمن النهايه ولا ربع النهايه على اكثر تقدير، نديروا الحفل وننهيو الحفله ونلعبوا المباراه ديال اللي بعد ذلك الا للاستعراض. الان المنتخب المغربي رغم الاصابات موجود في نصف نهائي كاس العالم، وتقويه جل اللاعبين يحلمون ويفكرون في الكاس، في اللقب. خالد ممكن بس على جزئيه العائلات اعلق عليها اللي قالها عصام، اللي قالها عصام وايضا اسامه اكد عليها سيدي. نعم. فيه مقطع بسيط بقرا لو سمحتوا. يقرا. علق احد المذيعين الالمان على لقطه اللاعب المغربي يوسف النصيري يعانق والده وبجانبه زميله جواد اليمير في نهايه مقابله المغرب مع اسبانيا، والتي انتهت بتاهل المغرب الى ربع. وكذلك اللقطات الاخرى لاشرف حكيمي وسفيان بوفال وحكيم زياش مع امهاتهم وعائلاتهم. بالقول هذه المشاهد الحميمه مع العائله لم نعد نراها في مجتمعاتنا الغربيه التي تسودها الانانيه والمثليه الجنسيه واندثار مفهوم الاسره ودفئها وعقوق الوالدين ورميهما في المراجع. العائله وتحفيزها المعنوي وراء انتصارات الفريق المغربي، اما نحن فجئنا لنساند المثليين ونضع كفنا على افواهنا بشكل مخجل، فخرجنا خالي الوفاض من الباب الضيق. هم تعلموا الكرة منا واصبحوا يتقنونها وتجاوزونها، ونحن يجب ان نتعلم الاخلاق منهم، عل وعسى ان نرى يوما امهاتنا تعانقنا يوما في المدرجات. والله جميل. هاي من اجمل الاشياء. معلق الماني. هاي من اجمل الاشياء اللي انا قريتها اليوم مايد، من اجمل الاشياء، لان فعلا في النهايه الفطره الحقيقيه هو الرجل والمراه، الاب والام، الحنان والعطف عند الاسره والعائله الواحده. ففعلا في شيء روعه في شفناه في لاعبين المنتخب المغربي، اللي شفناه في البطوله الان، يعني وجود الام. الاب امس ابو النصير يصيح يبكي في الملعب، بكى صوروا المغاربه ولا يواسونه ويباركوا له، ما بعرف ايش يسوون له. ركراكي مع زوجته وبناته وامه وهلا، يعني اشرف حكيمي الله يعطيها الصحه يا اخي. على قولة امس يوم جاني نور الدين مرابط يقول انا معاهم وانا قاعد ابكي معاهم، يعني المشاعر تختلط في هذه اللحظه، لان فعلا حلو ان الاسره يشوفون انجازات عيالهم، ابنائهم، بناتهم، ابوهم. فهذا شيء جميل جدا. انا اشتغلت وانا تعبت وانا حاضر قاعد اشوف انجازات الواحد. وش عنده في الدنيا الابو والام؟ دائما احنا نقول الله يبلغك فيهم، الله يفرحك فيهم، الله يصلحهم، الله يجعلهم ان شاء الله يشوفهم في اعلى المراتب. هذه اجمل المراتب انك تخدم وطنك، اعلى المراتب ان اليوم الناس يتكلمون عليك، اعلى المراتب ان الناس يصفقون لك اليوم. كل واحد يتمنى هذه اللحظه ويتمناها قدام منه، قدام والدينا. هذه من اجمل الاشياء. والفكره فكره وجود الاهالي مع لاعبين المنتخب المغربي اللي سواها واللي اشرف عليها، والله احنا بالقطري نقول لك بيض الله وجهك دنيا واخره. احنا كعرب